وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا هنا هنا القرآن الكريم استعرض تلك الأقوام العماليق الذين نعتهم بالقوة ونعتهم بكيف كانوا يبنون الجبال، يبنون في الجبال بيوتا زين، ويبنون أتبنون في كل ريع بواد زين. فيقول لك هؤلاء كانوا الحقيقة أقوى الأقوام زين. حتى القرآن الكريم مدحهم، مو مدحهم كأنما قال فيهم عبر عنهم بالقوة. وإلى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم، القرآن الكريم هو بين لك أنه لم يخلق مثلها في البلاد، فكيف كانوا يبنون بيوتهم. يقال أن بيوتهم كانت شكو جبل. نعم، كانوا يبنون به البيوت، الجبل بحيث ينحتوه، يصلخوه ماكو، ينحتوه ويجعلون له أعمدة. الجبل يكون عمدا أو مستندا، أو شون الخرسانة اللي يستند عليه البيت لهالدرجة تصور. وكان هم كانوا أشداء وطوال زين، كما قال الإمام علي يقولهم بنهج البلاغة، يصور تلك الأقوام ويقول كانوا أشد منكم قوة وأكثر آثارا وبأسا. فكانوا أقوام يحملون الله زادهم بسطة في الجسم ولم يزيدهم بسطة في العلم. نعم، لأنه كانوا ناس ما يؤمنون بالله الواحد الأحد، ولذلك حقدوا على هود. النبي هود كان وإلى أخاهم هودا، هو مو أخوهم. القرآن الكريم هنا ما يعبر أنه، وإنما هو من نسبهم، لأن هؤلاء من أقوام نوح قريبين إلى نوح. لا، وهود كان من أبناء عمومتهم، فالقرآن الكريم عبر عنهم بالأخ اللي هو ابن العم. وإلى أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما إلى آخر الآية. فهود كان يعظهم ويوجههم وينصحهم بأن يعبدوا الله الواحد الأحد. طيب، هود كانوا يقولوا له أنت شبيك، هذا أصابك الخبل، أصابك زين. وطبعا هاي طبعا سمات الملاحدة والمنحرفين. شكو واحد يحكي بالمنطق زين، يقولوا له انه انت تحكي اساطير الاولين زين، في حين هو يوجههم وكان اعقل العقلاء. وكان نعم، حتى كان كل ما يجذبون من الماء، اذا لم يقع على أرضهم ماء، يذهبون إلى هود بأن يدعي لهم والله يرزقهم. حتى بالقرآن الكريم يقول يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم قوة إلا قوتكم ولا تكونوا مجرمين. قالوا يا هود جئتنا ببينة وما نحن، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. فكانوا الإله طبعا يعبدون الأصنام، وكانوا الأصنام هاي همين الأصنام يسووها مثلا إله الرزق، نعم، وإله المطر، وإله إله متعددة. ولذلك هود ليش يقولون أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباءكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هاي ما بيها، هاي ما لها فد شيء تشريع أنه أنتم تجادلون بها. ماكو منطق أنه هاي الأوثان. نعم، فاعبدوا ما لكم إله غيره. فحتى في يوم من الأيام ذهبوا فقد أجدبت أرضهم ولم
ترسل السماء عليهم مطرا. فذهبوا إلى هود فسألوا عن هود، فسألوا امرأته، زوجته كانت شمطاء عجوزا نعم عوراء، وكانت تؤذي هود، يعني سبحان الله كانت تؤذي هود. فقالوا لها أين هود؟ قالوا ما وراءكم، ماذا تريدون منه؟ قالوا نريد أن يدعو لنا لأن أرضنا أجدبت ولم يكن لها كلأ فيها ولا ماء. فقال ويحكم أتدعون هودا نعم ليسقط لكم، ليدعو لكم حتى يسقط مطرا؟ فإن أرضه، فكيف وهو أرضه قد أجدبت واحترقت؟ أفلا كان يدعو له فلم يستجب دعاءه. ويقول استغربوا فقالوا لها أين هو؟ اخبرينا. فقالت في ذلك المكان. فذهبوا إليه فوجدوه يزرع. طبعا احنا نعرف أنه الأنبياء كانوا منهم يزرعون، كان منهم الفلاح مثلا، الزارع والراعي نعم، والنجار والحداد، وكانوا يعني يمتهنون المهن البسيطة زين، لكن مع ذلك كانوا عباقرة وعلماء، وزادهم الله بسطة بالعلم وفي الجسم كذلك. وأنا أتذكر الإمام علي هو كان فلاح زارع، وكان حتى كانوا يذهبون إليه ويسألونه يعني في أرضه يزرع. حتى الخليفة الثاني في يوم من الأيام أصابه مثلا، أو الخليفة الأول أصابه سؤالا، يعني أعضل عليه سؤالا، سألوه أحد الصحابة قالوا له يا خليفة المسلمين لنا سؤال. قال ما الخبر؟ قال إن قومنا ألحوا علينا في هذه المسألة. يقول قال ما الخبر؟ قال يسألون يقول أن في معنى هذه الآية، في أن يعني فدآية سألوه بسيطة، لكن الإمام علي حله شوي ذهبت عن ذهني. ما معنى أنه أنعام لكم ولأنعامكم، يعني هل معنى هاي؟ فقال له الإمام، قال له الأنعام يعني فقال له هي الآية تشرح نفسها. قال ما هي يا أمير؟ قال أما الأنعام اللي هي البهائم، وأما الحشائش اللي هي الكلأ يعني الحشائش، والأنعام اللي هي البهائم. يقول وفاكهة وإبا، العفو، وفاكهة وإبا متاعا لكم ولأنعامكم. فقال ماذا تعني هذه الآية؟ قال تعني أنه وفاكهة وإبا، الفاكهة إحنا لنا اللي هو الإنسان يأكلها، والإب اللي هي الحشائش. قال له فرجت عني. طبعا هنا راحوا له، يعني ذهبوا إليه وهو في بستانه يزرع الإمام علي. وكان يقول طبعا مقولته، يقول أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة والدهر في عظة وعبرة. القوصرة اللي هي هذا يعني اللي هي مجمع من التمر، احنا نعبر عنها بالعراق اللهانة، أو العفو الحلانة مال التمر. يقول أفلح من كانت له قوصرة، القوصرة الحلانة يأكل منها كل يوم مرة والدهر في عظة وعبرة. فيقول يعني ملك اللي عنده هذا، يعني القوت القليل ويحمل إيمان وقدر متسع من يعني من الراحة، هذا ملك. يعني شلون الخيام في رباعياته يقول من حبته الدنيا بنصف رغيفي وعيش يأوي إليه طفيفي غنيت نفسه عن التكليف، فهو لا خادم ولا مخدوم، فأرضاه الله بما أصاب النعيم، فهنيا له بعيش منيف.
فأرجع إلى عاد، إلى هود أخاهم، وإلى عاد أخاهم هودا. فكانوا يعني هذا من الحقيقة من وقاحتهم، يعني قلت لك ذهبوا إلى عاد وهو يزرع، فقال لهم، فقالوا يا نبي الله، إنه وطبعا يعترفون به نبي يعني حسب مصالحهم، يا نبي الله إن أرضنا قد اجدبت، يعني أصبحت يعني لا تحوي كلأ ولا ماء، الكلأ يعني الزرع. فقالوا بلكت، يعني أرجو أن تزرع، أن تدعو لنا بأن يبعث الله لنا مطرا. فقال اذهبوا فلقد أمطرت الدنيا. فذهبوا يعني وبالفعل لقوها مطر، وهذا يعني الله أخبره بأن يمطرها. طبعا مو احنا يعني مو أسطورة، وإنما هكذا كتب التاريخ تقول، ومو بعيدة يعني الأنبياء، زين، يعني مو بعيدة انه مثل ما يقولون الله يجعل نعم سره في اضعف خلقه. نعم. وذول انبياء، ولا بد للانبياء ان يرسلوا الى الاقوام. والقرآن الكريم يقول وما خلا فيها من نذير. مستحيل انه دنيا او ارض يخلى منها نذير، لان حتى ما تكون، حتى ما يحتج عباد الله على، نعم، على خالقهم ورازقهم. فكانوا هؤلاء الأقوام يعني يبنون من الجبال بيوتا، زين، ويعمروها. وقسم من الرواة يقولون كانوا يبنون بروجا، يعني بروجا. أحد الرواة وجدته يقول يبني بروجا يطيرون فيها طيور، زين، ويأذون لك الناس وكذا، ويفعلون بالناس الأفاعيل، نعم، المشينة والقبيحة. طبعا هاي كل إنسان منحرف يفعل الأشياء المنكرة. فالله يعني أخبر هود بأن يخبرهم، أرسل هود بأن يخبرهم بأن يؤمنوا بالله الواحد الأحد. طبعا بعد ما قلت لك يعني هذا هم عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ها نفسه إرم ذات العماد. طبعا عاد وشداد وغيره، يعني هذا مات قبلهم، زين، هو عاد وشداد. فبقي شداد، زين، ذاك أخوه توفي، وبقي هذا شداد. كان شديد، يعني ذو قوة ومنعة، وبنفس الوقت يعني جبار عنيد. فيقول لك يستطلع الأخبار، وحتى كان محب للاستطلاع. فقيل له أن أكو جنة في ذلك العالم، نعم، في ذلك العالم. فيقول لك هذا كان يتخيل تلك الجنة، زين. قلت لك هذا جبار يعني، ويستعمر الناس ويستحوذ عليهم ويستغلهم، وكان يستعبدهم، يعني اللي عنده كانت قوة ومنعة. فكان يعني فرأى في مخيلته أنه لماذا لا يصنع تلك الجنة في الدنيا. فيقول لك يعني استعبد العباد كذا، من كل واحد كل رجل مثلا مهندس خلى 100 رجل يشتغل تحت ايده، والمهندس الآخر فبنوا تلك الجنة، نعم، بنوها يقول لك ب300 سنة، بناها ب300 سنة، بنوا تلك الجنة. حتى مدحها القرآن الكريم، يعني النص القرآني. هسه احنا وإن كانت يعني إن صحت الروايات، يقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني في المعمورة بالكرة الأرضية لم يخلق مثلها، الله نعتها، زين. وطبعا سخر يعني هذا شداد
سخر أنه كل يعني اللي المختصين، ماكو مثلا هذا المختص بالجواهر، هذا المختص بالزراعة، هذا في فن الإعمار، هذا في فن نعم في فن النحت، وفي فن الزراعة، كلها سخرها. هذا اللي يجمع له كذا، هذا اللي يسوي له كذا، فسووها جنة. زين. فبالأثناء بالطريق يقول لك انه يعني ذهبهم، يعني ارسل الله سبحانه وتعالى هود. زين. وذكرهم قال لهم انه انتم سوف تدخلون هذه الجنة بإيمانكم اذا آمنتم بالله، لانه الله يعني صبر عنكم وتحملكم، يعني مع ذلك تكفرون وتأذون الناس وانتم جبارين معاندين. فسخروا منه وشتموه. زين. وعلى فكرة هاي المرأة الشمطاء العوراء، يعني هذا عندما من رجعوا اليهود قالوا له احنا لقينا عندما دعا لهم بأن يمطر لهم الأرض، قالوا له احنا استغربنا، يعني رحنا لزوجتك انه بدل ما تمدحك وهذا، يعني ها سخرت منك، وقالت لهم هي أرض هود يزرعها وقحط، فكيف يدعو لكم؟ فقال لهم الحمد لله الذي جعل عدوي في أهل بيتي وجعله أنا المالك ولم يجعله هو مالكني. زين. قال لهم الحمد لله أنا ملكه، هذا قريب عليه. مثل سقراط زوجته الفيلسوف اليوناني كانت تؤذيه، فسقراط يقول لهم فيما أتذكر، يقول لولا زوجتي لم يكون لي صبرا ولم أكن فيلسوفا. في زين. هي اللي علمتني الصبر، كانت تأذيني أصبر عليها. نعم. وكانت وكنت أتحمل إلى أن صرت فيلسوف. يعني أتذكر برنارد شو همينه الفيلسوف الإنجليزي يقول إذا أردت أن تكون فيلسوفا فأخذ امرأة وقحة لتكن لك فيلسوف، لأنه تخليك تحكي وما تدري. وبالفعل يعني هي فطبعا النساء متعددة، يعني هاي اللي مثل ما يقول ابن الجوزي عنده كتاب يقول أخبار النساء، عنده كتاب، واللي يحب يطلع، وهاي القصيدة موجودة بي. يقول ألا أن النساء قد خلقن شتى، فمنهن الغنيمة والغرام لصاحبه ومنهن الظلام، فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يغبن فليس له انتظام. المعنى هذا. والمتنبي من إشارة إلى المعنى قبل لا أنسى، يقول إذا غدرت الحسناء وفت بعهدها، فإن من عهدها لا يدوم لها عهد. وكذلك أبو العلاء المعري، لكن لا أكو امرأة وفية. زين. النساء أكو أوفياء يعني الحقيقة، إلى يعني في حين أكو امرأة تقف وأزاء مع رجلها ضد الزمن، في حين أكو امرأة بالعكس تقف هي والزمن على زوجها. حتى أكو أحد الأعراب قيل يصيح، سأله أحد الشباب قال له يا شيخ هل عندك شيء من النساء؟ قال بلى. قال ما هي؟ قال أنا بخبير في النساء. قال عليك بالربيع المربع وإياك أن تركن إلى الشيطان السمعمع. قال ما هو الربيع المربع وما هو الشيطان السمعمع؟ قال فأما الربيع المربع فهي المرأة الفاضلة التي إذا دخلت إلى بيتها ابتسمت في وجهك وحمدتك في عقبك. وأما الشيطان السمعمع فهي المرأة التي إذا دخلت إلى بيتها كلحت في وجهك ولم تحمدك في عقبك.
فهل الأخبار نسهل معنا ما دام مرينا بهذه زوجة هود حيث كانت تؤذيه. فقلت لك أرجع إلى قصص هؤلاء يعني اللي هم قوم عاد. فعندما جاءهم هود وأخبرهم بأن الله سوف يدخلهم تلك الجنة التي بنوها، فقال لهم ادخلوها بسلام آمنين بشرط أن تؤمنوا. زين، فقال له لا نؤمن. زين، فيقول لك الله سخر الريح، هي هاي الريح الصرصر عاتية سخرها ربك. زين، 7 أو 8 7 ليال و8. زين، يقول لك الريح البسيطة لكن باردة ماكو، يعني اللي شلون ضعيفة. فذولي عندما رأوا السماء يعني كانت أرضهم، يعني الله أصابهم جدب قحط، فالله سبحانه وتعالى بعث إليهم بسماء بغيمة سوداء، فقالوا لقد كذب هود علينا وتلك السحابة السوداء. فقال لهم هود ويحكم إنها عذاب من السماء. قالوا لا، إنها سوف تمطر. زين، فالله سخر لهم تلك الرياح، نعم، اللي هي الريح العقيم. ولذلك ليش سميت بالعقيم؟ لأنها تعقم ما بها رحمة، يعني عقمت الرحمة منها فإنها عذاب. زين، فيقول لك فأتت على عمادهم، نعم، وهدمت بلادهم، تلك البلاد التي مدحها الله، التي ذكرها الله في كتابه. طبعا مكان القوم قوم عاد يقال انه في عمان، في ارض عمان، ويقال انهم باليمن. زين، وكو تسمية لها الأحقاف بالقرآن الكريم. هي بلاد الأحقاف، يعني الرمل، كثرة الرمل. الأحقاف يعني كثرة الرمل اللي الله سبحانه وتعالى يعني هذا صور الجبال هاي ماكو القوية، وهاي البيوت اللي كانوا يبنون من الجبال بيوتا، حولها إلى رمل أحقاف. زين، وطبعا القرآن وما ذلك عند الله بعزيز، مستحيل، لأنه هي الكرة الأرضية هي شنو قيمتها عند الله؟ زين، هذا الفضاء اللامتناهي. زين، هاي المجرات وغيرها، يعني صور الكرة الأرضية اللي هي يعني أصلا خردل، في ما حد يقلبها في هذا الفضاء اللامتناهي. زين، يعني الشمس أكبر من الأرض ب1000 مرة. المجرة حتى تعرف يعني شنو قيمة الكرة. الإنسان أصلا ما له قيمة، يعني حتى يكفرون ذول الملاحدة. أنا ما أقول لك متدين يعني 100%، لكن مال إنه أنكر مال الذات الإله، لا مستحيل. الله موجود، هو اللي خلق الكون، هو اللي نعم، هو اللي يقدر الأقدار، هو اللي خلق الليل والنهار. ما يصير، يعني هاي أشياء غير منطق. فقلت لك هي المعمورة، هاي الكرة الأرضية يعني هي حبة خردل. زين، مثل هذا اللي إسحاق نيوتن، اللي بزمنه هذا الأكبر، هذا أبو روسيا بزمنه، شو اسمه، مو سقراط، يعني فد واحد بزمنه يسأل نيوتن، يسأل شنو الأرض، شنو هاي، قال الكرة الأرضية موجودة بهالمكان. زين، في هذه الكرة الأرضية موجودة في هذا الكون، في هذا المكان، في مكامنها، في مخبئها. والمخبأ هذا اللي هو هاي يعني درب التبانة موجود بتلك المجرة، والمجرة يذب له هو حباية. نيوتن يقول هذا هذا العالم اللي اجاه،
يعني يقول له شيء بداخل شيء، شيء بداخل شيء. فالمجرة زين الشمس في تلك المجرة، والمجرة في تلك العناقيد. شلون عناقيد؟ يعني عناقيد العنب، حبات العنب ماكو زين. حبات العنب يعني هاي المجرات اللي هي يعني المجرات اللي هذا بالفضاء اللامتناهي زين. فما قيمة الإنسان، ما قيمة الجبال التي تحولت إلى رماد في زمن عاد. فهي الكرة الأرضية ما لها قيمة عند الله. فليه يستبعد الإنسان أنه زين. والأحقاف، الأحقاف هم يعني أهل قوم عاد. اللي الأحقاف قلت لك هي كتل الرماد زين. يعني مثل ما يقول أتذكر أحد الفلاسفة والأدباء عنده قطعة في نهج البلاغة شرحها، يقول الإمام علي يتحدث عن أقوام يعني ذول ما كل يتحولوا إلى أطلال وتحولوا إلى رمام. يقول أبي مصارع آبائهم يفتخرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون، يرتجعون منهم أجساد خوت وحركات سكنت، ولأن يكونوا عبرا أحق من أن يكون لهم مفتخرا، ولأن يهبط بهم جناب ذو الأحجى من أن يقوم بهم مقام عز. لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة زين. يقول بعدين إلى أن يقول ولو استنطقوا عرصات تلك الديار الخاوية والربوع الخالية اللي هي رمل تحولت، ولو استنطقوا عرصات تلك الديار الخاوية والربوع الخالية لقال الذهب في الأرض ضلالا وذهبتم في عقابهم جهالا، تطعون على هامهم وتستنبتون من أجسادهم وترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا، وإنما الأيام بينكم وبينهم نوائح عليكم، أولئك سلف غاية إلى آخر الخطبة جميلة. وهذا يقول هذا الفيلسوف الأديب، يقول هذه الخطبة كلما قرأتها ارتعدت فرائصي من قرن إلى قدم زين. يقول وكأنها تعنيني، يقول 50 مرة قرأتها. هاي الخطبة موجودة في نهج البلاغة. فقوم عاد شلون الله تحولهم إلى رمام، نعم، وإلى أطلال وإلى أحقاف، يعني كثبان رملية تحولت في اليمن على البحر. وطبعا هاي يعني ليس بالله، يعني الله قادر على كل شيء. فهاي القوم عاد زين الذين كانوا لهم العماد والشدة في البلاد. فهذا آخر ما في معلومة في جعبتنا، وهذا لكم ولكم خالص تمنياتي بالصحة والسلامة.